صحيت من النوم لقيت المنظر ده قدامي، اتصلت على المساعدة عشان تلحقني من الكارثة دي قبل ما جوزي يرجع من الشغل. بجد بكيت، جوزي مسافر وانا عارفة ان هو لسه له كده اسبوع ويجي من السفر. فجأة لقيته بيتصل عليا وهو بيقول لي قدامي ساعة بالظبط وهكون في البيت. قلت له نعم، قال لي زي ما بقولك كده. طبعا عايزة اقول لكم بقى اوضة النوم، يعني هو بيجي من السفر يخش ياخد شاور واحط له الفطار ويخش ينام في اوضه النوم. عايزه اقول لكم ان زي ما انتم شايفين كده الدنيا كانت كلها تراب والسرير مبقع، وكمان المروحه كده عليها تراب. بقيت اقول ياني ياما ياني ياما، اتصل على المساعده مره واتنين وتلاته واربعه وعشره ما بتردش. ليه بقى؟ لان احنا كنا الصبح بدري. طيب اعمل ايه يا جماعة؟ وبصراحة انا دايما كده بكون يعني ايه، لما اكون يعني محتاجاها انها تيجي تساعدني في اي ظرف ما. شايفين التراب؟ فانا بعرفها كده قبلها بيومين. بس جوزي جه كده على غفلة، يعني كنت حاطة في دماغي ان لسه قبل ما يجي كده بيوم ولا حاجة اعمل حساب ان هي تجيلي، لان بصراحة عندي شغل كتير قوي 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 كده في الشقة. فالمهم ما كانش قدامي غير ان انا اتشعلق كده في المروحه زي ما انتوا شايفين وانضفها. نضفتها الاول بقماشه ناشفه ولميت التراب اللي عليها، وكمان جبت بقى فوطه كده مبلوله ومسحتها كده ونضفتها وشغلتها لان الجو حر جدا. طيب هطلع البقعه دي ازاي بقى من السرير؟ جبت سترس، ما فيش غير الحل ده. بدأت ان انا ارشه كده على الكابوتينيت زي ما انتوا شايفينه كده، وبدأت جبت سائل مواعين بشوية مية الفرشة دي بستخدمها كده للركنة، وكمان الايه السرير بتاعي بتنضف كده على طول. وبعد بقى ما ادعك واخدها كده ايه هرشة ومرشة وفرشة وكل حاجة زي ما انتوا شايفين، هبدأ اجيب الفوطة بتاعتي وابدأ ان انا ادعك بقى وانشف. شايفين كل البقع والبلاوي السودة كلها طلعت في الفوطة يا جماعة؟ ايه ده؟ لا بتهزروا، بوريكم المكان النظيف والمكان اللي مش نظيف. تيجوا تبصوا تلاقي الفوطة من الناحيتين الاتنين خلاص شالت كل البقع. كل ده بسبب ايه بقى؟ السترس. جميل جدا جدا ومفيش خوف منه يا جماعة. بستخدمه كده في اي بقعة بتبقى موجودة عندي. طب ايه اللي بيبقى المكان ده؟ المكان ده اي حد بيقعد بيسند راسه كده عليه، ايه الزيوت بقى اللي بيحطوها في شعرهم والكريمات وكل ده بيبقى على المكان ده. تمام تمام. المهم الحمد لله سيبها بقى تنشف وندخل بقى على التقيل. مسحنا كده الكومود وفرشناه وهنبدأ ننفض بقى ملاية السرير. وعايزة اقول لكم بقى ان الحافظ ده بتاع السرير حلو جدا جدا. هبدأ بقى ان انا شلتها ونفضتها وفرشتها، وهجيب بقى الملاية بتاعتي. متستغربوش لون لون الحافظ بتاع المرتب. المراتب بتاعتي قطن يا جماعة على فكرة، يعني الحافظة دي بتنفع لأي مراتب إذا كانت قطن أو إيه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أو الإيه أو السوست يا جماعة. بصوا بقى أنا دماغي خلاص فصل من كتر ما اشتغلت وتعبت جدا جدا، وأنا منزلكوا فيديو واحد بس كامل بالأوضة. عايزة أقول لكم إن أنا مسكت الشقة كلها اتنفخت فيها وكنت بجري حوالين نفسي. تخيلوا. بس ان شاء الله هنزل لكم كل يوم فيديو من الفيديوهات اللي تعبت فيها النهارده. في خلال ساعه كنت مخلصه الشقه كلها يا جماعه. مش الاوضه بس، لا 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 لا. صدقوني عايزه اقول لكم بقى ان اللي موصلش معايا لغايه دلوقتي وما حطيليش اللايك هزعل منه بجد بجد. وقولوا لي بتشاهدوني منين، وقولوا لي بقى الفيديوهات اللي من النوعيه دي بتاخدوا منها طاقه كده وبتعجبكم ولا لا. وقبل ما تكتبوا كل ده عايزين كلنا نصلي ونسلم ونبارك على رسولنا الكريم في الكومنتات، ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله محمد. دي بقى بتنقذني جدا جدا من اي تراب في اي مكان، على التسريح اي منطقة مش طايلاها. كمان اللمبة من فوق بمشيها عليها. طرف الدولاب بصوا حلوة جدا جدا. الحيطان حلو قوي قوي. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده التسريحة، وفي ناس بيقولوا عليها شيفونيرة وهي لها اسماء كتير يعني. تمام بس انا بقول عليها التسريحة، وكل منطقة ولها اسمها. هنا نضفناها وخلينا زي الفل بتبرق رب 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 رب. ما عدتش عارفة اجمع. اعذروني بقى بسجل. بصوا بعد والله يعني بعد ما تعبت ما عدتش قادرة. قولوا لي بقى كده دعوة كده من قلوبكم حلوة، قولوا لي ربنا يديك الصحة يا رب. المهم مسكت هنا بقى المشيات بتاعة الأوضة، بدأت إن أنا ألمها وأنفضها كده في الأوضة، وهبدأ أكنس الأوضة. مطلعة شوية تراب يا نهار أبيض. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ ده لا لا لا.
كتير، كتير، كتير بجد، ما كنتش متوقعة إنها تطلّع كل التراب ده يا جماعة، كتير أوي، كتير أوي عليَّ اللي أنا باعمله ده. كان أسنان بقى زي ما أنتم شايفين كده، وما تستغربوش بقى شكل البلاط يعني إن هو شكله كده يا جماعة والله، بس هو بقى يعني بلاط قديم بقى له أكتر من 20 سنة. وبصراحة أمّا جيت أوضّب الشقة يعني الفلوس ما كانتش كافية إن أنا أغيّره وأحط فيه سيراميك وكده، ادعوا لي كده ربنا يكرمني بكرمه يا رب كده عليَّ، وإن شاء الله أوضّب بقية الشقة، أنا وضّبت في الشقة على قد ما أقدر السنة اللي فاتت، ادعوا لي كده ربنا يكرمني إن شاء الله، وأقدر أكمّل بقية توضيب الشقة، أنا باخدها سلِّمة، سلِّمة ومرحلة، مرحلة يا جماعة بصراحة. لأن ما فيش حد بيطلع السلِّمة مرّة واحدة، ما فيش حد بيقدر يعمل كل اللي نِفْسه فيه أو يحقق كل أحلامه في وقت واحد أو وقت قياسي، فالحمد لله على قد ما عملت يعني في الشقة الحمد لله، وادعوا لنا كده ربنا يوسّعها علينا ويوسّعها عليكم يا رب. المهم هنا مسحت وخلّيت الأوضة بقى زي الفل، شايفين أوضة النوم يا جماعة؟ إيه رأيكم بقى؟ إيه رأيكم في الجمدان ده كله؟ خليتها كلها بربرق كده في 5 دقايق بس، ادعوا لي بقى، باحبكم، باحبكم.